السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض القرنبيط الكريسبي. هو ترند كده شوية اليومين دول، سهل جدا وبسيط ومش هتحتاج البيض خالص، هي كوباية دقيق وهيطلع معاكي زي الكنتاكي، زي ما بيقولوا كنتاكي الغلابة. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. انا كان عندي قرنبيطه سلقاها وشايلها في الفريزر، مش بيحصل له اي حاجه، زي ما انت شايفه كده ابيض وزي الفل ومستوي جدا. يعني انا عشان بحبه بجيب مثلا اتنين تلاتة كده واسلقهم واشيلهم في الفريزر واقفل عليهم بالاسترتش راب واطلعهم وقت الاستخدام. طلعت كده القرنبيطه وفصصتها كده، يعني ايه، خليتها قطع صغيره مش كبيره علشان ايه، تاخد معاكي الكفر الجميل اللي انت شايفاه ده. لو عملتها كبيره مش يعني مش هتملكيها وتنفضيها حلو كده وتطلع الكفر الجميل المطلوب. تمام. هنبدأ كده واحدة واحدة كده وركزي شوية، لان ايه التكة ديت محتاجة تركيز. ال 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 الخليط اللي احنا هنعمله دلوقتي ده لو عملتيه تقيل هيطلع معاكي القرنبيطة مكتومة. احنا عاوزين نمشي على الخطوات ديت علشان تطلعي معاكي قرنبيط كويس كريسبي مقرمش، يعني يعجبك ويعجب الولاد ان شاء الله. هاخد كده كوباية دقيق وهضيف ليها توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، كمون، معلقة كركم او زعفران اللي عندك، بس الزعفران هيكون يعني حبة صغيرين خالص، وملح، لان الزعفران بيدي لون فاقع قوي، هيخلولك اصفر قوي قوي قوي، فالكاري هادي شويه. هقسم البهار بتاعي على على الطبقين الدقيق. في طبق هنا فيه كوبايه ونص دقيق، وفي طبق تاني فيه كوبايه. معايا هنا شبت او بقدونس اللي عندك المتاح، الاتنين ريحتهم حلوه بينفعوا قوي للقرنبيط. هنحط في كل طبق كده ايه، شويه صغيرين زي ما انت شايفه، بيدي لون وبيدي كده ريحة. ولو عندك فص توم ابشريه. انا مش عايزه احط توم لان انت عارفه ان القرنبيط اصلا بيعمل انتفاخ، نحط عليه توم بقى هتبقى كارثه. هقلب كويس كده البهار علشان يتداخل كده في بعضه ويديني اللون الحلو. معايا هنا بقى ازازه فيها كوبايتين ميه، هحطها كده جنبي وانزل شويه شويه، منزلش بالكميه مره واحده لحد ما اوصل للقوام المطلوب. طبعا احنا لحد دلوقتي لسه ما وصلناش للقوام اللي احنا عاوزينه. هنزود ميه بس مش كتير علشان خاطر ما تزوديش تقوم هي تمرق منك قوي، فمش هتطلع لك كفر كويس. فاحنا هنحط شويه شويه لحد ما نوصل للقوام اللي هو مش زي بتاع الكيك، سايل شويه عن الكيك. تمام. هنقلب كده علشان برضو ايه، لو في تكتلات تفك مننا، وعلشان برضو ايه ال- العجينه تطلع كده ايه سلسه ومفيش فيها اي تكتلات، مفيش فيها اي حبيبات من بتاعه الدقيق. شايفه لونها بدأ يتغير اهو كده جميل. تمام. احنا كده وصلنا للقوام المظبوط بتاعي، شوفي كده، بصي عامل ازاي كده. تمام. هنبدأ بقى نجيب الطبق التاني اللي هو فيه كوباية ونص من الدقيق، وطبعا حطيت عليه شبت وحطيت عليه البهارات، حطيت عليه الملح. هحط معلقة بيكنج باودر بينفش كده الدنيا ويتخليها طرية وحلوة. تمام. هنحط نشا، بس النشا هنحط معلقة شاي، معلقة. لو كترت نشا هتلاقي الكفر معاكي معضم وناشف وبيكسر في السنان ومش ظريف خالص. هي معلقة صغيرة شاي، مش اكتر من كده. وهنقلب الدقيق بتاعنا كويس ونبدأ بقى ايه نشتغل في القرنبيط. عاوزة تكسبي الوصفة دي ما تكتريش ولا نشا ولا تقلي الصوص اللي احنا هننزل فيه
القرنبيط. معانا طبعا هنا زيت هنحطه على النار يسخن على ما ايه نتبل القرنبيط. ليه؟ لان الزيت لازم يكون سخن، ولازم اول ما تدي كفر للقرنبيط ينزل في زيت على طول. هتركنيه في جنب هيشمع ومش هيطلع لك الكفر الجميل اللي زي الفراخ الكنتاكي ده. النهارده بقى ايه، حبيت اعمل شملوله والبس جوانتي لزق في القرنبيط واتقطع. تمام. ودي كانت اخر مره عدت اعمل كده. بصوا بقى يا جماعه، بصوا عمال يلزق في انا بحاول اخبي وداري بس انا مش قادره. يعني بصي هو لزق اهو واتقلع من ايدي. تمام كده، خدت الكفر الجميل. هنزل في الزيت على طول. تقدري تحطي الحاجات دي على صينيه، وايه بدل ما تروحي بقى ايه من رخامه للبوتاجاز للرخامه للبوتاجاز وتدلدقي الدنيا زي ما انا عملت كده. خدي الحاجه على صينيه وتكوني مفضيه البوتاجاز بتاعك. ادي الكفر وحطي في الزيت على طول، ادي الكفر وحطي في الزيت على طول عشان ياخد معاكي الشكل الجميل اللي المطلوب، اللي هو عامل زي البروست كده. تمام. هنزل الخلطه ديت اللي هو الصوص ده، وبعدين هقوم منزله في الدقيق واهز كده 3 4 5 هزات القرنبيطه واطلعها وانفضها. بصي متماسكه ازاي. لما بتحط في الفريزر بيبقى جميل، ما تقلقوش منه يا جماعه، مش بيعمل ريحه وحشه في التلاجة ولا اي حاجه. انت بس انت بتسلقيه نص معلقه كمون وشويه ملح. ايه رايك بقى بعد ما اتحمر وبقى جميل ولذيذ؟ انا اللي كلته في الاخر. ما عنديش حد بيحبه، بس انا طبعا حاجه جديده وكل القنوات عاملاها فلازم اعملها. بص الكفر، لاحظي ان ده تصوير كاميرا عاديه موبايل، وموبايل قديم كمان. يعني موبايل قديم، فدي لو كاميرا حديثه هتبين لك بقى الكفر وجماله والحركات والتكات. بص عامله ازاي ومقرمشه وجميله وبتخربش حاجه كده زي الفل. يا رب تكون، شوفي والله عامله زي الكنتاكي بالظبط. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.